هذا الفيديو برعاية موقعنا للتجميعات، فإذا أنت بالعراق وحاب تشتري تجميعة أو لابتوب رابط موقعنا بوصف الفيديو، ضمان أسبوعين وتوصيل متوفر لكل محافظات العراق. السلام عليكم، شلونكم؟ إن شاء الله بخير. تجميعة اليوم أحد أفضل التجميعات اللي سويتها بحياتي من ناحية القيمة مقابل السعر. بهاي التجميعة ركزت قدر الإمكان إنه نحصل أعلى أداء ممكن بالسعر اللي إحنا دافعين، وراح نبدأ أول شي بالمعالج واللي هو رايزن 5 2600 اللي يحتوي على 6 أنوية و12 مسار بسرعة قصوى توصل 3.9 جيجا هرتز. هذا المعالج جيد جدا للألعاب ولو ببرامج المونتاج وبالبرامج اللي تتطلب معالج قوي. هذا المعالج مو ذاك الشيء، فإذا أنت ناوي إنه تسوي مونتاج أو غيره من الأمور أنصحك إنه تاخذ معالج أقوى مثل رايزن 5 5600 أو رايزن 5 3600 3600X، راح يكون أفضل لهاي الأمور. بالنسبة للمذر بورد خليت الأيسوس توف جيمنج B450M برو اس. هاي المذر بورد تحتوي على 4 سلوتات للرام، مكانين للM.2، وبيها هيت سينك على الVRM. شكل البورد جميل، وعامة مواصفات البورد جيدة جدا. نقدر نركب رايزن 7 حتى رايزن 9 أعتقد بدون أي مشاكل على هاي المذر بورد. بالنسبة للرامات خليت قطعتين من جيزر، كل قطعة 8 جيجا بايت، في المجموع 16 جيجا بايت بتردد 3200 وبتأخير CL18. أيضا هاي الرامات تجي RGB، والRGB مالتها صار مثل الكريستال، شكلها خرافي. التخزين خليت HDD بمساحة 1 تيرابايت من سيجيت، وخليت SSD من سامسونج بمساحة 256 جيجا بايت. الباور سبلاي خليت باور سبلاي من سيجا تيب GP700G اللي هو باور سبلاي بتقييم 80 بلس جولد، واللي موديولار. باور سبلاي جدا جميل بالنسبة لسعره وأكثر من كافي على تجميعتنا لليوم. كرت الشاشة الأسطوري اللي خليته بهاي التجميعة أحد أفضل الكروت اللي أنتجتها AMD بتاريخ صناعتها للكروت، ال RX 5700 XT. هذا الكرت أسطوري، من أفضل الكروت اللي أنتجتها AMD، كرت جبار. بالنسبة للكيس خليت كيس من ديب كول، اجى بيه 3 فانات، واني خليت لفان رابعة بالخلف من براند ثيرمال رايت. كيس جدا جميل، جدا ممتاز، نقدر نخلي بيه وايد تخزين. الكيبل مانجمنت بيه سهل، ترتيب الاسلاك وهاي الامور. كيس جدا جيد. بس نجي للتركيب، راح نركب بشكل سريع. اول شيء نجيب المذر بورد نفتحها ونخليها على الكرتونه مالتها، راح نخلي المعالج، نخلي معجون حراري، نركب الرامات، نرجع نركب التبريد، راح نخلي المذر بورد بالكيس، وبعدها نسيت اصور بقيه الخطوات. وهنا راح نركب كرت الشاشه ونبدا باختبارات الالعاب. اول لعبه عندنا لليوم واللي هي ألان ويك 2. خليت الاعدادات على لو FSR كواليتي على دقه 2K. بالمناسبة كل الاختبارات اللي عندنا اليوم على دقة 2K مو على دقة 1080، وجاي نشغلها على أكثر من 50 فريم، توصل حتى 60 فريم. الأداء جدا مستقر والأمور حلاوة بلعبة ألان ويك 2، على الرغم من أنه لعبة ألان ويك 2 أحد أسوأ الألعاب من ناحية الأوبتمايزيشن. جاي نشغلها على 2K على لو سيتنجز بدون أي مشاكل. نعبر للعبة اللي بعدها كاونتر سترايك 2. خليت الإعدادات كلها على أقل شيء عدا ال FSR خليته disabled، وجاي نحصل أكثر من 80 فريم معظم الوقت، والتجربة جدا سلسة بدون أي مشاكل بلعبة كاونتر سترايك 2. مثل ما تشوفون هسه وصلنا مثلا فوق ال 130 فريم، والفريمات مو ذاك المستقرة، يعني من 80 وفوق حسب مكانك باللعبة وحسب البوتات إلى آخره. نعبر للعبة اللي بعدها سايبر بانك 2077. خليت الريزولوشن على 2K وخليت الإعدادات على ميديوم مع FSR كواليتي، وجاي نحصل أكثر من 70 فريم بلعبة سايبر بانك 2077. صراحة الأداء ممتاز بالنسبة للتجميعة بهذا السعر، تجميعة موجهة لل 2K مو لل 1080. جاي نلعب على 2K بدون أي مشاكل. الوضع جدا جميل، يعني تقدر بكل سهولة انه انت تقلل الاعدادات على 1080 وتلعب على هاي ريفرش ريت، مثلا اذا عندك شاشة 180 هرتز والى اخره. التجربة جدا جميلة وممتازة بلعبة سايبر بانك 2077. نعبر للعبة اللي بعدها فورتنايت. خليت الريزولوشن ايضا على 2K على دايركت اكس 11، وخليت الاعدادات على لو بحكم انه فورتنايت لعبة كومبتيتيف، ما نهتم للجرافيكس، نهتم للاداء. وجاي نحصل بيها تقريبا 70 فريم او اكثر، او 60 فريم تنزل احيانا. وهاي الدروبات
الدروبات شيء جدا طبيعي بفورتنايت. ما اعرف شنو مشكلة هاي اللعبة، الدروبات موجودة بكل تجميعة وكل لابتوب جربتهم بحياتي بهاي القناة الى الان، حرفيا دائما احصل دروبات بفورتنايت. فبعيدا عن الدروبات الاداء جيد جدا بل حتى ممتاز. ايضا الفريمات راح تعتمد على مكانك باللعبة والى اخره من هاي الامور، بس عامة اوفرول التجربة جيدة جدا بفورتنايت وقدرت انه العبها بدون اي مشاكل. نعبر للعبة اللي بعدها فورزا هورايزن 5. خليت الريزولوشن على 2K، خليت FSR على الترا كواليتي، وخليت البريسيت على هاي، وجاي نحصل بيها اكثر من 100 فريم شبه طول الوقت. الجرافيكس جميل، التجربة جدا سلسة، ما عندنا اي دروبات مثل فورتنايت. هنا ماكو دروبات الحمد لله، فورزا ماكو دروبات، والتجربة جدا جميلة وماكو اي مشاكل بلعبة فورزا هورايزن 5. نعبر للعبة اللي بعدها Ghost of Tsushima. خليت ريزولوشن على 2K، خليت ال FSR على Quality، وخليت الجرافيكس على Very High، وجاي نحصل أكثر من 60 فريم على أعلى إعدادات بلعبة Ghost of Tsushima على دقة 2K. فهاي التجميعة ما تتقصر ويانا بألعاب الستوري مود نهائيا. مثل ما تشوفون التجربة جدا سلسة، ما عندنا دروبات ولا أي مشاكل بالأداء، والتجربة عامة جيدة جدا بل حتى ممتازة بلعبة Ghost of Tsushima. نعبر للعبة اللي بعدها Horizon Forbidden West، واللي خليت بيها الاعدادات على 2K، خليت FSR على Quality، والجرافيكس خليتها على هاي، وجاي نحصل بيها أكثر من 50 فريم شبه طول الوقت. خلي بالك انه بلعبة Horizon Forbidden West اركز على الجرافيكس اكثر من تركيزي على الفريمات، فنقدر بكل سهولة انه نزيد الفريمات عن طريق انه شوية نقلل الاعدادات، بس نشغلها على 2K بدون اي مشاكل، والوضع جميل، التجربة سلسة وماكو اي مشاكل. نعبر للعبة اللي بعدها Red Dead Redemption 2. خليت الدقة على 2K، وخليت الاعدادات على اعلى شيء ممكن، كل شيء على الترا، وجاي نحصل تقريبا كمعدل 45 فريم، والتجربة جيدة بلعبة Red Dead Redemption 2. ايضا لعبة ستوري مود ما راح تحتاج بيها فريمات حيل عالية حتى تستمتع بيها، الجرافيكس بيها اهم من الفريمات، والتجربة جيدة جدا بلعبة Red Dead Redemption 2. نعبر للعبة اللي بعدها Dying Light The Beast. خليت الريزولوشن على 2K، خليت البريسيت على Low Quality و FSR على Quality، وجاي نحصل أكثر من 50 فريم. ولو ما أعرف ليش بالبداية كان يصير عندنا شوية دروبات، بس لما البي سي شوية تعود على اللعبة استقر الأداء عندنا، وقمنا نحصل تقريبا 50 إلى 60 فريم ثابتة بدون أي مشاكل، والتجربة جدا سلسة وممتازة بلعبة Dying Light The Beast. عندنا بعض الدروبات البسيطة، بس أعتقد هاي الدروبات لأن توني مشغل اللعبة، ما أعتقد إن هاي دروبات بسبب البي سي، ومثل ما تشوفون التجربة صارت مستقرة بدون أي مشاكل. لعبة 2025 جاي نشغلها على 2K فوق ال 50 فريم، يعني شو أقول لك أكثر بهذا السعر 2K على لعبة 2025 جاي نشغلها فوق ال 50 فريم، شنو ممكن تطلب أكثر من هيك؟ نعبر للعبة اللي بعدها GTA V Enhanced. خليت الريزولوشن أكيد على 2K، وخليت الإعدادات على Very High، وجاي نحصل أكثر من 70 فريم طول الوقت بهاي اللعبة. أيضا إذا عندك شاشة هاي ريفرش ريت، أو إذا حاب تلعبها بفريمات عالية، فتقدر بكل سهولة أنك تقلل الإعدادات شوية وتحصل فريمات أكثر. بس أنا جاي أحاول أنه أشوفكم أنه هاي التجميعة قوية، أنه هاي التجميعة تقدر تشغل لك معظم الألعاب على هاي إلى Very High بدون أي مشاكل، والتجربة ممتازة بلعبة GTA V Enhanced. نعبر للعبة اللي بعدها والأخيرة اللي عندنا اليوم Metal Gear Solid Delta. خليت الإعدادات على Medium، خليت الريزولوشن على 2K و FSR على Quality، جاي نحصل بيها بين ال 35 إلى 40 فريم. هاي اللعبة سيئة جدا من ناحية الأوبتمايزيشن، فلهذا الفريمات بيها مو ذاك الشيء إلا إذا عندك كرت شاشة حديث. بس على الرغم من كل شيء جاي نحصل فريمات ممتازة. بالنسبة للعبة نازلة ب 2025 على Unreal Engine 5، فلهذا الفريمات مو ذاك الشيء، لكنها أكثر من مقبولة، اللعبة أكثر من بلايبل. فمثل ما شفتوا أداء هاي التجميعة أسطوري بال2K، أو تقدر إنه تلعب على Ultra Settings بدقة 1080 بدون أي مشاكل.
مشاكل إذا حاب تلعب على هاي ريفرش ريت. هاي التجميعة ممتازة للجيمرز، هاي التجميعة ممتازة بالألعاب وبهاي الأمور، ولكنها مو ذاك الشيء بالمونتاج وغيره من هاي الأمور. فإذا أنت عندك مونتاج أنصحك أنه تغير الكرت إلى مثلا RTX 3060 ولو راح يكون أغلبه هواي، والمعالج تغيره إلى مثلا Ryzen 5 5600 أو كوراي 5 12400F، كوراي 5 13400F. هذول المعالجات راح ينطوك أداء أفضل بالبرامج وبالمونتاج من هذا المعالج اللي خليته بهاي التجميعة. فبس والله شكرا اللي شفت الفيديو لهنا. إذا عجبكم الفيديو اشترك بالقناة حتى تشوف فيديوهات أكثر. شكرا على دعمكم ونشوفكم بالفيديو الجاي.